ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ حلقة جديدة من حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن تعادل النادي الأهلي مع فاركو. تعادلت مع فاركو. طب أنا عايز أفهم حاجة، يعني إدارة النادي الأهلي مش شايفة إن إدارة النادي الأهلي مش باصة على الكوارث اللي بتحصل في الملعب وباصة على اللي بيعمله كولر؟ يعني المرة اللي فاتت طلبوا نتيجة خسارة ماتش أورلاند، أو تقارير عن خسارة الماتش. تقارير ايه اللي انتوا طالبينها؟ انتوا بتقولوا ايه؟ وانتوا هتحاسبوا المدرب على ايه؟ ده انتوا واخدين من المدرب حمدي فتحي، واخدين من المدرب ديانج، واخدين من المدرب احمد عبد القادر، واخدين من المدرب محمد شريف. كل ده خدتوه وطلعتوه وما جبتوش بدائل كويسه. يعني الحسنه الوحيده اللي انتوا عملتوها هي كانت امام عاشور ومروان عطيه. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ انتوا لحد امتى هتفضلوا؟ مش عايز اقول كلمه وحشه والله العظيم. اداره سيئه، ماتش سيء، اداء سيء. كل يوم بطلع يعني كلاكيت تاني مره، يا اما بطلع من الماتش متعادل يا اما بطلع من الماتش خسران. بنستقبل في اول الشوط، يا اما بنخرج متعادلين. نادر جدا بيبقى فيه مكسب. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ وايه الاداء الخرا ده؟ ايه الاداء المقرف ده؟ انا عندي ماتش الجاي مع بيراميدز يوم الاحد. لحد امتى هستمر على القرف اللي انتوا بتعملوه ده؟ الواحد بيشوف الماتش اقسم بالله العظيم عايز يقفل الشاشه، يا اخي عايز يكسر الشاشه. الشناوي طبعا زي الزفت، رامي ربيعه وياسر زي الزفت. نيجي الحاج التاني حاج عمر كمال. طبعا عمر كمال لسه راجع من الاصابه، مش عارف الومه ولا عارف اعمل معاه اي حاجه. كريم الدبيس ما نقدرش نفتح بقنا معاه. الفرقه كلها اصلا زي الزفت. مروان عطيه طبعا يا ابني والله العظيم انت الوحيد اللي لا ما اقدرش اتكلم عليك في اي حاجه. مروان عطيه الوحيد اللي ثابت في الملعب. الراجل بيعمل كل اللي عليه، ما اقدرش الومه على ايه؟ الومه على ايه؟ على عته كروي؟ على قرف كروي؟ اكرم توفيق يا عم ما تمشي، ما تمشي. النادي الاهلي اصلا هو اللي عامل اللي انت فيه ده. دلوقتي خلاص انا مش شايفك نافع في اي حاجه، امشي. ايه القرف ده؟ حسين الشحات ايه؟ انت ايه حكايتك؟ بطيء، عايز تعمل واحده ارتو بالعافيه. ايه يا عم القرف ده؟ يا عم الكره مش كده، طلع الكره من رجلك شويه، اعمل اي حاجه يا اخي. لا عارف تخترق ولا عارف تعمل اي حاجه اقول ايه؟ اكلم يمين. عمر الساعي طبعا ما اقدرش الومه، راجل اصلا ما كانش بيشارك. طبعا محمد سمير نفس الكلام. محمد عبد الله لعيب كويس ويجي منه. في لعيبه بقى ما تستحقش انها تكمل في النادي. يعني انا شايف ان الشناوي الحقوا باعوه ايه؟ مشوه فري، هو كده كده خلاص عقده خلص، ما تجددوش. امشي امشي يا عم، ده انت قرفتني. مستواك زي الزفت. مترجي بيعملها فيك كلاكيت تاني مره. حاجه مقرفه. فرقه كلها زي الزفت. الماتش من الدقيقه الاولى لحد اخر دقيقه في الشوط الاول كوارث دفاعيه. حاج رامي ربيعه بيضغط عافيه، المترجي خدها على الثابته وودي. نفس القصه، مفيش سرعه في الضغط. اداء بشع، بشع حرفيا، اقسم بالله اداء بشع. لعيبه كلها نايمه ولعيبه كلها موظفين.
الاداره طبعا شايفه الكوارث اللي بتحصل في الملعب، بدل ما يكون ليها رد فعل قوي، لا قاعد بتفرج، انا قاعد شايف الكوارث. المشكله كله هيبقى تمام ان شاء الله خير. كلمه كابتن محمود الخطيب، ان شاء الله خير، ان شاء الله، ان شاء الله بقى، ان شاء الله. جدول الدوري طبعا دي الجوله التاسعه. الجوله التاسعه النهارده برصيد ب 19 نقطه. قبليك نادي الزمالك 17 نقطه، والتالت بيراميدز يوم لحد طبعا لو كسبك، ده انا عارف ان ده هيحصل. بيراميدز هيكسب النادي الاهلي، للاسف هيكسب النادي الاهلي، فطبعا هيركب الدوري، هيبقى برصيد 20 نقطة. ولسه في ماتش الزمالك، طبعا الزمالك هيلعب مع فيوتشر. طبعا حالة المباراة ممكن تخلص بتعادل او مكسب للزمالك، ده بالميت، وممكن الزمالك يكسب، لان طبعا اي حد بيشوف النادي الاهلي في الحالة دي بيستغل الموقف ان هو بيقدر ان هو يركب الدوري. وانا يعني ما هقول ايه اكتر من ان فعلا ده الصح. المنافسين كلهم بيبصوا على النادي الاهلي عشان يشوفوا، بيتمنى النادي الاهلي يكون واقع علشان خاطر يقدروا يركبوا الدوري. ومين اللي اداهم الفرصه؟ اداره النادي، اداره النادي اللي هي مديهم الفرصه. احنا لحد النهارده في الصفقات ما خلصناش غير مهاجم بس اللي احنا خلصناه. احنا محتاجين وينجات. قلنا في وينج مفترض ان هو يجي، لا ليه بيجري دلوقتي ولا بن شرقي وبيجري ورا ايفرتون. ما هو انا كل حاجه برضو في مصادر عندي بتقول الكلام ده، مصادر من جوه النادي، ان الاهلي عايز يخلص في ايفرتون وعايز يخلص في بن شرقي ومش عارف يخلص. هو بيحاول مع ايفرتون بس لحد دلوقتي مفيش اي حاجه رسميه، لحد دلوقتي كلام شفهي بس. لكن اللي خلص رسمي اللعيب المهاجم اللي بتقولوا عليه اللي هو السلوفاكي ده، والله بنسى اسمه، مش عارف اسمه ايه. طبعا انت المفروض تخلص برضو صفقه دفاع. ما هو انت المدافعين اللي عندك الدفاعين النهارده انت زي الزفت. انت رامي ربيعه المفروض يمشي، انا شايف ان رامي ربيعه ده كفايه عليه قوي قوي. الجون اللي جابه ضد الترجي ده يا عم، انا ما بحبش اخلي اللعيبه عندي اسطوره على بطوله، ما بحبش اخلي اللعيب اسطوره على ماتش. وقفشه انت حالتك بقت زي الزفت، ورامي ربيعه حالته بقت زي الزفت، وحسين الشحات اداؤه بقى زي الزفت. الكيرف كله بينزل، كيرف اللعيبه كله كده، والاداره شايفه ومش عايزه تعمل اي حاجه، ومش عايزه تتصرف، ومش عايزه تاخد قرارات. اداره واقفه نايمه. طبعا انا اتكلمت عن صفقه ايفرتون. صفقه ايفرتون لحد النهارده في كلام بان اداره النادي الاهلي رجعت انها ورجعت يعني بانها تتعاقد تاني مع اللعيب، بتحاول معاه على انها تخلصه. وما اعرفش اذا كان اللعيب جاي ولا لا. احنا النهارده طبعا زي ما انتم شايفين كده، احنا 22 يناير، فاضل 7 ايام ولا 8 ايام على القيد الافريقي، ولحد النهارده ما جبناش صفقات. لحد النهارده ما جبناش صفقات. الصفقه الوحيده اللي احنا خلصناها صفقه مهاجم. انا محتاج وينجات. طاهر عندي مصاب، وحسين الشحات مش قادر يشيل رجله. اكرم توفيق طبعا اداء زي الزفت طبعا. انا شايف ان اكرم توفيق احسن حل ليه فعلا ان هو يمشي. رابع مره ولا خامس مره اقعد اصيح واتكلم على موضوع الاداره، واتكلم على موضوع الصفقات، واتكلم على الاداره، واتكلم على الصفقات. طب هل مثلا الاداره عشان شايفه ان خلاص ان ده اخر فتره ليها فبتعمل كده مثلا؟ ما انا عايز احلل السبب اللي بيحصل ده ايه. يعني ايه سبب ان انت لحد النهارده مش عارف تخلص صفقات؟ ايه السبب لحد النهارده ان انت بتقعد تقول انا عندي ازمه دولاريه؟ ما الفترات اللي فاتت كانت نفس القصه، كان عندك ازمات دولاريه وكنت بتخلص لعيبه وكنت بتخلص صفقات، وللاسف الصفقات اللي انت كنت بتجيبها المدربين ما كانتش بتبقى مقتنعه بيها اصلا. بنقعد نعرض على المدرب لعيب واثنين وثلاثه، واللعيب والمدرب اخرت ما بيتخني وشايف ان هي دي حالتك او انت مش عارف تخلص، فبيقول لك خلاص هات لي اي حد. وراهن ان كولر كان موافق على موتست بسبب القصه دي، وراهن برضو على ان كولر كان موافق على عمر الساعي بسبب القصه دي، بان ديانج مش مفيش حد يعني، او مش راجل مش عايز ديانج، انه كان عايز محمد بن رمضان، وكان شايف بن محمد بن رمضان الكواليتي بتاعه كويس. الاداره ما عرفتش تخلص محمد بن رمضان، قالت انا هاجل التفاوض ليناير. يناير احنا النهارده 19 يعني النهارده 22 يناير، النهارده 22 يناير ما جبناش غير لعيب واحد. والله اعلم اذا كانت الكلام المصادر اللي طلعت دي صح ولا غلط، ولا هي مسكنات، ولا هي حكايتكم ايه.
كل شويه نقعد نقول احنا بنتفاوض مع لعيب شكل، بنتفاوض مع بن شرقي، بنتفاوض مع الياس شوارف، بنتفاوض مع اللعيب اللي هو الارجنتيني، بنتفاوض مع علان، بنتفاوض مع ابو نجاح. عمالين نتكلم في تفاوضات ومفيش اي حد جه. هنجيب مش عارف مين، هتجيب مش عارف مين. خلص صفقاتك يا عم، اعمل اي حاجه لوجه الله. طبعا انا من وجهه نظري في لعيبه المفترض ان الميركاتو ده المفروض انها تمشي، بس طبعا المشكله كلها ان ما ينفعش ان انت تمشي لعيب، لان الاداره عندك بتتصرف بطريقه كوميديه، بتمشي لعيبه ما بتجيبش غيرها. يعني انت النهارده مشيت كهربا، هل جبت بديل ليه؟ لا. طلعت بيرسي تاو، طب جبت بديل ليه؟ لا. رضا سليم طلعته بره القايمه، جبت بديل ليه؟ لا. انت عمال مين اللي هتأيده في القايمه؟ طب علي معلول راجع لحد دلوقتي في كلام، ودي الحاجات الجديده اللي انا حابب اقولها، ان علي معلول هيتأيد. دي مصادر بتؤكد ان علي معلول هيتأيد في القايمه. فانا مش عارف، الاداره مشتته، والاداره مش عارفه تاخد قرارات، الاداره مش عارفه تركز، الاداره عندها مشاكل كتير كتير جدا. والله العظيم انا في واحد صاحبي زملكاوي مستنيين ان انا اتعادل او اخسر، مستنيين ان انا اتعادل او اخسر. هو بيقول لي انتوا النهارده هتخسروا. الاداره ما بتشوفش الكلام ده. يعني مثلا صفحه النادي الاهلي ما بتراقبش كومنتات كومنتات الجماهير وهي بتتكلم بعد ماتش اورلاند وبعد بعد ماتش فاركو؟ مفيش خالص، ما بتشوفوش الكلام ده. طب انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ قاعدين في النادي بتعملوا ايه؟ يعني ايه البلان بتاعتكم؟ ايه الاكشن اللي انتوا بتاخدوه لما بتشوفوا منظر الفرقه بالشكل ده؟ انا مش فاهم بيجيلكوا نوم ازاي. انا عايز حد يطلع يشرح، حد يطلع يتكلم يقول لي ايه الاسباب اللي مخليه منظر النادي يبقى بالشكل ده وتدهور حاله بالشكل ده من الموسم اللي فات. احنا من ساعه ما خلصنا البطولات اللي احنا لعبناها، سواء السوبر الافريقي او سواء الانتر كونتيننتال او سواء يعني مجموعتنا النهارده في دوري الابطال الثاني، وطبعا لو استمريت بالمنظر ده هطلع بره البطوله، ده طبيعي جدا بالمستوى اللي انا فيه ده انا بتعادل مع فاركو، هنافس على دوري الابطال، انا رايح كاس عالم انديه، هنافس في كاس العالم انديه وانا بتعادل مع فاركو؟ ده المستوى؟ ده فاركو ده التاسع في ترتيبه التاسع. انبي كان ترتيبها ال 14 في الدوري لما تعادلت معاها. بتعادل مع فرقه يعني حالتها مش احسن مني، وانا اللي في الاخر بتعادل معاها. يعني تيجي ازاي منطقيا؟ تيجي ازاي فرقه الكواليتي بتاعها ما يجيش جنبك انت حاجه؟ انا لحد هنا وكفايه يا جماعه عشان ما يجيليش سكتة قلبيه. استودعكم الله يا جماعه، السلام عليكم.